اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح فيديو تعمل اللايك عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه وبيوصلها لاكبر عدد من الناس. والقناه الايام دي المشاهدات بتاعتها قليله جدا لان انا ما كنتش يعني مش بصور فيديوهات الايام دي. فادعموا القناه وما تنسوش اللايك عشان اللايك هو اللي هيخلي اليوتيوب يقترح القناه. حتى لو انا مش بنزل فيديوهات النهارده بقى الفيديو بتاعنا كده نبذه صغيره بسيطه عن مشواري. انا يعني غايبه الايام دي مش بعمل فيديوهات. خدتكم معايا كده المطار وانا مسافره الايام دي، لعله يكون خير ان شاء الله. هنعمل فيديوهات مكملين. اي نعم الفيديوهات القناه بتاعتنا قناه متنوعه وانا اكتر الروتين في القناه هو الطبخ، بس برضو حبيت ان احنا يبقى فيه تغيير شويه. وتعرفوا ان انا سبب يعني غيابي عن القناه اليومين دول بسبب ان انا مسافره. وان شاء الله هصور لكم برضو اي حاجة انا هعملها ان شاء الله هيبقى مع بعض على القناة ان شاء الله في الروتينات او الطبخ او كل حاجة زي ما احنا ماشيين. بس انا الفترة دي هي الفترة دي بس فترة التنقل بس من مكان لمكان. هي دي اللي اختلفت معايا، هي اللي خلتني ما نزلش فيديوهات. بس انا طبعا موجودة في القناة وان شاء الله هكون موجودة معاكم، وان شاء الله يكون اللي جاي افضل. نعمل فيديوهات كتيرة ونعمل تغيير في القناة. حبيت اقول لكم برضو الفيديو النهارده طالعه اساسي ان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وكل المسلمين اجمعين. وربنا يتقبل منكم ومننا صالح الاعمال. حاولوا تكثفوا الاعمال، تكثفوا صلاتكم، تكثفوا دعائكم. يعني ربنا هو اللي قال ان في دعوه مستجابه ان شاء الله، فربنا يستجيب منكم ومننا صالح الاعمال ويستجاب مننا دعواتنا. وحاولوا تجتهدوا شويه في الايام دي، وان شاء الله ربنا يحقق لكل واحد حاجة بيتمناها، وربنا يتقبل الدعاء ويتقبل الصلاة ويتقبل الصيام. افضل الايام هما التسعة من ذي الحجة. فاتمنى ان احنا كلنا ربنا يستجاب مننا ويتقبل دعائنا ان شاء الله. ونحاول نجتهد وانا بحاول معاكم ان احنا نجتهد كلنا. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها ايام خير عليكم وعلينا وعلى المسلمين اجمعين. بصوا المنظر هنا، كان نفسي فعلا تشوفوا المنظر. حاولت اصور لكم المنظر من الطيارة كان عامل ازاي، بس للأسف الدنيا ضلمة ومش باينة قوي. سبحان الله، يعني احنا لو هنرسم مش هنرسم زي المنظر اللي انا شفته من على الطبيعة. فبس هي الدنيا ضلمة فمش باينة طبعا بس انا حبيت اصور لكم. بصوا الوجبة بتاعتنا كانت في الطيارة، كان عصير والمية والحلويات وطبق فيه رز بسمتي والكفتة. كانت الوجبة حلوة وكانت الطيارة بصراحة كانت حلوة برضو، نظيفة جدا. فحبيت ان انا اخدكم معايا كده في ابسط التفاصيل وفي كل التفاصيل اللي انا موجودة فيها، حتى لو انا يعني غايبة عن القناة الايام دي وغايبة في التصوير وغايبة في الفيديوهات بتاعتنا. بس حاولت برضو اللي انا اوريكم ان انا موجودة معاكم، يعني حتى لو الفيديو النهاردة ملوش اي حاجة غير ان انا بس اقول لكم سبب غيابي.